في أحد الأحياء الشعبية البسيطة تعيش ليل، فتاة مراهقة مشاغبة تملأ أحلامها أضواء الشهرة وعالم الموضة والبريد. تسكن في بيت صغير رفقة شقيقتها طاهرة، تلك الأخت التي لم تكن مجرد أخت، بل كانت الأم والأب والسند في زحام الحياة وصعوباتها. كل يوم يمر في حياتهما يحمل مواقف جديدة تجمع بين الطيش والانضباط، بين التمرد والحكمة، بين البراءة وخفة الظل. ليل بروحها المتمردة ونواياها الطيبة تعيش صراعات يومية لا تخلو من الطرافة والدراما، بينما طاهرة بعقلها الرزين وقلبها الكبير تحاول أن تحفظ توازن السفينة وسط أمواج الحياة المتلاطمة. ليلى وطاهرة بين الخفة والحكمة ليست مجرد قصة، بل مرآة تعكس واقع الكثير من البيوت، حيث تتشابك الأحلام بالواقع وتصارع البراءة تحديات الحياة. تابعوا معنا أحداث هذه القصة المشوقة، حيث الضحك يمتزج بالدموع، والحب يعلو فوق الخلافات، والحكمة تجد طريقها وسط الفوضى. ليلى كانت تخرج من المنزل بتكاسل، لا تريد أن تلتقي بأحد، خاصة طاهرة. طاهرة تناديها: إلى أين تذهبين بهذه الحالة؟ ليل تلتفت: ما بي؟ طاهرة: اذهبي واغسلي وجهك وارتدي شيئا لائقا، وإلا سأقوم برشك بالماء. أنا ذاهبة إلى الكبريه؟ ليلى: أوف، الجو حر. طاهرة تقترب منها وهي تحمل عصا: الجو حر، ارتدي شيئا خفيفا، لا أن تظهري فخذيك. هذا الحي لا ينقصه إلا من يراقب الناس ويتحدث عنهم. ليل: لا شأن لهم بي. طاهرة تشدها من ملابسها: إن كنت ما زلت تعيشين معي فافعلي ما أقول. ليل تتنهد: فات الأوان. طاهرة: بدلي ملابسك حالا. ليلى فتحت خزانتها تبحث عما ترتديه، أخرجت قميص أسود وسروال جينز ممزق وحذاء رياضي أسود وارتدتهم. ليل: هل ارتحت الآن؟ طاهرة: ارتدي مئزرا وامسحي ذلك المساحيق حالا. ليلى: أوف، حاضر. ارتدت المئزر وبدأت بالخروج، لكن طاهرة أوقفتها. طاهرة: أعلم أنك ستخلعينه في الشارع. ليل: تفتح الباب ما دمت تعلمين، فلماذا تزعجينني؟ تبا لهذه التفاهة. وخرجت تركض، خائفة أن تمسك بها طاهرة وتضربها. طاهرة تنظر من النافذة أيتها الطائشة. نظرت ليلى من الشباك ولوحت لها، فرفعت طاهرة حذاء وقالت: تحركي قبل أن أرميك بها. ليلى: فاك يو يا حمقاء. وركضت مبتعدة، وطاهرة تهم برمي شيء آخر عليها. عدت إلى الداخل وبدأت بتنظيف تلك الخربة، فيها غرفة وصالة ومطبخ وحمام. أنا وأختي ننام في الغرفة، وذلك الحنطور يلقى في الصالة كلما نامت في بيتها بعد سكر. انتهيت من التنظيف وطبخت الغداء، كان فخذ دجاج مع أرز، وجلست ألعب بهاتفي حتى غفوت. لا أعلم كم من الوقت مر، لكنني استيقظت على صراخ أختي من الخارج. كانت الساعة 6:30. أنا: ما بك؟ فضحتينا. ليلى: أعطني 10 دراهم لأفعل تعبئة للهاتف. طاهرة: سأضربك. اصعدي لا أملك. ليل: لا تستحين. أريد أن أتواصل مع حبيبي ناصر الزعيم. طاهرة: أوف، فضحتينا. هل جننت؟ ليل: لا شأن لك، أعطني 10 دراهم. طاهرة تخرج من جيبها 20 درهم: خذي هذه وأعيدي ل2. ليل: تأخذها، كان عليك إعطائي من البداية. ذهبت واشترت التعبئة ثم عادت لتجد طاهرة تجهز الغداء. ليل: ها قد عدت. طاهرة: اغسلي يديك لنأكل. جلسوا يأكلون، وليلى منشغلة بهاتفها. طاهرة: اتركي ذلك الجهاز وانتبهي لما تأكلين. ليلى:
أتناول الأرز. طاهرة: سأضربك بالحائط. ألا تسمعينني؟ ليلى: انظري إلى ناصر زعيم، لو قال لي تعالي سأذهب معه فورا وأقضي معه ليلة حمراء. قالت ذلك وهي تومئ بعينيها. طاهرة: مصدومة ماذا؟ ليلة حمراء؟ سأريك كيف تكون الليلة الحمراء. بدأت تضربها وهي تمسك يديها. ليلى: كنت أمزح، لن أكررها. طاهرة وضعت الصندالة ولبستها. أنت سارقة، لا أعلم ما يدور برأسك. وفجأة رن هاتف. نظرتا لبعضهما. طاهرة: من أين يأتي هذا الصوت؟ نحن لا نملك آيفون. ليلى تحاول الهرب، لكن طاهرة أمسكتها. طاهرة: هات الهاتف لنر. ليل: ليس لي. طاهرة انقلب جيوبها حتى وجدت الآيفون 7 في صدرها. طاهرة: يا سارقة، من أين حصلت عليه؟ ليلى تحاول استرجاعه. ليس من شأنك. الهاتف يرن، مكتوب بابا. طاهرة: يا للمصيبة، هل سرقته من أحد؟ هذا سيقودك إلى السجن. ليلى تجلس. كنت أمشي فقط، رأيته فأخذته دون أن أشعر. طاهرة: أنا بحاجة لمستشفى المجانين. ليلى: اذهبي أن. ابتعدي عني. طاهرة: قولي لي من أين أخذتيه لنرجعه. ليلى: أعجبني، وصاحبته تستطيع شراء 10 غيره. طاهرة أمسكتها من شعرها. قول الحقيقة وإلا كسرت فمك. ليل: تصرخ حسنا. وجدته في الحديقة، كانت فتاة تجلس وسقط منها. خذته. طاهرة: سأرد، ثم نتحدث عن المفيا. أجابت على الهاتف. نعم سيدي، وجدناه في الحديقة. لا بأس، سنلتقي هناك. إلى اللقاء. وأغلقت الهاتف. طاهرة: قلت مافيا؟ ليل: كانت أمزح فقط. طاهرة: يوما ما سأكسر لك هذا الفم. خرجت وردت الهاتف لصاحب. طاهرة بصوت الراوي: هذه أختي ليل، مصيبتي التي وهبني الله إياها، خفيفة كريشة، لا تعرف الاستقرار، لكنها ذكية، متفوقة في دراستها، وتحلم بأن تصبح عارضة أزياء. أنا قصيرة، ممتلئة قليلا، بشعر الأسود الطويل الذي قصصته حديثا. وجه مدور، عينان رماديتان كبيرتان، شفتان ممتلئتان وبشرة برونزية. يقولون إنني أشبه هيفاء وهبي أو كردشيان، وأنا أقول أنا فقط طاهرة الفقيرة. أما هي طويلة، نحيفة، شعرها أسود وطويل، وجهها بيضاوي، عيونها العسلية الصغيرة تتمايل عند الضحك. أنفها صغير وشفتاها ممتلئتان. عدت إلى البيت، وجدتها تنظف. طاهرة: هل تعملين الآن؟ نظفي الطاولة واغسلي الصحون. ليلى: حاضر. قامت بما طلبت، ثم جلست على هاتفها. طاهرة: مجددا مع القصص؟ ليل: نعم، هناك قصة رائعة. أتمنى أن أعيش قصة مثلها وأكتبها. طاهرة: حسنا، جاء وقت العمل، سأرتدي ملابسي وأذهب. ارتدت ملابس العمل، وكانت أنيقة. ليل: واو، ملابس العمل تليق بك. أظهري صدرك قليلا لتبدين مثيرة. طاهرة: لا تعرفين كيف تصمتين؟ ليل: حسنا، صامتة. أخذت حقيبتها وهاتفها، واتصلت بشخص. أنا هنا، نازلة الآن. ثم نظرت لأختها. تصرفي بعقل، لا تفتحي الباب لذلك المجنون وابق في غرفتك.
اتصلي بي إن حدث أي شيء. ليلى: حاضر. طاهرة: تقبلها، خلي بالك من نفسك، الله يرضى عليك. ليلى: تقبلها أيضا، حاضر يا طوطو. طاهرة: طوطو؟ ما هذا؟ ليل: ههههه نفس الشيء. طاهرة: بيزو، بأي. وخرجت وركبت سيارة أجرة إلى الفندق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وإن أعجبتكم القصة لا تبخلوا علينا بالإعجاب والمشاركة.